بمناسبة ذكرى السنوية 39 لقفزة 15 من آب، هذا اليوم الذي يعتبر يوم الانبعاث للشعب الكردي ولباقي الشعوب، حيث بدأ غيريلا حركة التحرر الكردستانية كفاحا مسلحا ضد سياسات الاستعمار والاحتلال والغزو والمجازر والإبادة لدولة الاحتلال التركي. في هذا السياق قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي إن يوم 15 من آب يوم انبعاث للكرد ولباقي شعوب المنطقة. من جهته قال الشيخ أحمد حمو عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات إن الكفاح المسلح جاء بسبب تغاضي المجتمع الدولي والدول عن حقوقنا والتزامهم الصمت تجاه ما يحدث لنا. يوم 15 من آب بداية انبعاث الكرد، وكان الشباب والشابات في ذلك الوقت ينظمون أنفسهم ويذهبون إلى الجبال. ربما الآن لا يجدون صعوبة كالسابق. في السابق الانضمام للغيريلا كان له ظرف خاص، وكانوا يلاقون صعوبة في الانضمام وكانوا يتحركون بسرية، وكل شخص كان ينضم للغيريلا كان يلاقي صعوبة كثيرة ومعاناة. حتى الحياة في الجبال كانوا يعانون من البرد والحر ونقص في أغلب المستلزمات، وكانوا يعيشون في ظروف صعبة جدا. في أجزاء كردستان حصلت 28 ثورة ومقاومة للكرد، وفي يوم 15 من آب في العام 1984 كانت ثورة 29، وهي ثورة الحرية والكرامة للشعب الكردي وشعوب المنطقة. فعندما تتغاضى الدول عن حقوق الكرد ويلتزمون الصمت تجاهها، لهذا يتوجب عليهم المقاومة والثورة ضد الاستبداد. اوج موافق خوی مروبتی و کی ناسنامه خوی نتویجی به قبول کردن کان به خوی فاده